هذا الطفل هو لاعب برشلونة بيكي، وهي شاكيرا اللي غنت بكأس العالم غنيتها المشهورة. هدول الصورتين كانوا عام 1990. نعم، شاكيرا وبيكي عام 2010 تزوجوا وعاشوا مع بعض لحد ما السنة الماضية شاكيرا أخذت الأولاد وراحت زيارة على بيت أهلها، وخلت أبو الشباب بيكي لحاله بالبيت. وبتعرفوا يعني الشباب أبداً ما نون خاينين، أبداً ولا بيكي بالتحديد اللي ما خلى برشلونة ياكلوا 1000 جول بسببه. المهم بهي الفترة اللي قعد فيها لحاله كان صاحب له طالع لايف على تويتش، وطلع معه جيست أو طلع معه مضيف لحتى يحكي معه ويطمن عليه. فصارت هاي اللقطة. الزلمه شغال صح معلم، ماشي بتكتيك الفوتبول، ما في اساسي نجيب الاحتياط، اهم شيء نلعب. هون يا عزيزي مين بيشوف اللايف برايك؟ مين؟ شاكيرا. والله طلع عزيزي عندها عرجين وكل هالجمال وتلاقيها عند اوقات تراقب جوزها. المهم تطلع هاي البنت هي صاحبته لابو البيك وعمرها 22 سنه. اتذكر رقم 22 بعد شوي رح نرجع له بالفيديو بشغله كثير طريفه، بس حط لايك للفيديو واشتراك للقناه، او اذا كنت على فيسبوك متابعه وكمل الفيديو مشان حبك يعني. المهم هون شاكيرا طالعت الحيه اللي جواتها وقالت عادي اصلا يعني نحن مطلقين وما في شيء بيناتنا ويصطفل. الله يوفقك يا كلب تخوني والله لا لعنة يا حقير يا حقير. تقوم يا معلم شاكيرا بتنزل غنية على بيكي وشلت عرضه فيها. معلم حتى الجوال اللي جابهم ببرشلونة جابت سيرتهم بالغنية. لا تعود حبيبي، اتمنى لك التوفيق مع بديلتي. هلا عزيزي انت مفكر انه شاكيرا فعليا عملتها وشلت عرضه لبيكي بالغنية، بس الواقع غير هيك تماما. شوف كيف خبصت الدنيا، بس بدك تركز معي. انني اثق بطفلين يبلغان 22 عاما. شكرية عم تقول له انت عم تخوني مع وحدة 22 سنة عمرها، انا اصلا بعطيك مفعول بنتين عمره 22 من كل النواحي، بس يلا مو مشكلة عادي. الله يوفقك. لقد استبدلت الفيراري بسيارة توينغو. سيارة توينغو يا جماعة هي سيارة هيك فرفورة نعومة صغيرة معلم كيوت كتير. ولقد استبدلت ساعة رولكس بساعة كاسيو. يا عفو الله الجلد. هون يا معلم شاكيرا جابت ابو اخت خالد جدة ستة العيد. ليش؟ لانه شبهت حالها بنوعية سيارة كتير فخمة اللي اسمها رولكس، وشبهت البنت نوعية ساعة ابو كلب هي ام $200 اللي اسمها كاسيو. هون تقوم تجي شركة كاسيو معلم، نحن مال امنا، نحن شو دخل ستنا بالموضوع يا شكرية؟ شو دخلنا بينك وبين الطولان تبعك؟ بس طولي بالك هلا بتشوفي شركة كاسيو تروح لعند ابو البكابيك الغالي تقول له معلم نحن رح نرعاك من هون لنهاية العمر ونعطيك مصاري، ما بدنا منك شيء الا تلبس ساعة كاسيو، بس بالمقابل بدنا يعني هيك نشيل عرضها لمرتك. عادي شباب ما في مشكلة، خذوا راحتكم عادي ما عندي اي مشكلة. يا معلم كاسيو تكتب تغريدة لشاكيرا تقول فيها ترى يا شاكيرا نحن عملائنا اوفياء لانه ما بيلبسوا من غيرنا 22 غيرنا. ورجعوا نزلوا تغريدة تانية على شاكيرا بيقولوا فيها انت بتعرفي انه بطارية كاسيو بتدوم اكتر من علاقتك مع بيكي. شباب ايش في؟ انا ما دخلني والله، انا بدي رد على جوزي. ايش في بطاريات مين شواحن مين ما بعرف انا شيء. يوم بيكي ما اكتفى وبيرد عليها ببرنامج اسباني بهي الطريقة. Y tenemos un acuerdo con Casio. La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio. Estás vacilando. المهم انا بدايه الفيديو قلت لكم انه في رقم 22 وكذا، ركزوا رح نرجع له. شركه توينغو تبع السياره البرويشه ردت بس بطريقه كثير خبيثه. شوفوا شو حكت. وضعت هنا، لو اقتربنا الى هذا الرقم، هذا وضعته على سياره 22 هو عمر صديقه بيكي الجديدة. يوم بيكي معلم تاني ما هيك يصحى الصبحيات يا رب لنروح نركب سيارتنا الجديدة من نوعية توينغو. تكفى خلاص. ولحد هون كانت هي كل القصة، بس برأيي يعني شاكيرا المفترض تروح تنزل على سوريا وتنقطع عن العالم الخارجي، بما انه نحن بلدنا سوريا يعني منفصل عن العالم الخارجي من 15 سنة مع الأسف. وهذا حساب على الانستغرام، بتمنى تحط لنا جول فيه هيك معلم، تروح تعمل فولو اذا كنت على يوتيوب، تشترك بالقناة، واذا كنت على فيسبوك تعمل متابعة للصفحة. بنشوفكم بالخيانة الجاي. السلام عليكم.